بدكم وجبة سهلة وسريعة كتير وما رح تاخد منكم وقت وبتنفع غدا أو عشاء. ما إلكم غير ميني بيتزا دجاج من دون عجين ولا تخمير ولا تعب، وطعمها طلع أكتر من رائع. أول إشي بندوب عنا زبدة وبنحط عليها شوية زيت زيتون. بعد ما تدوب عنا الزبدة رح نحط عليها قطع دجاج قطعتها أنا شوية كبيرة. لما بعدين عنا تتغير لونها رح نضيف عليها تشكيلة من البهارات. طبعا أنا استخدمت 300 جرام من الدجاج. بنرجع بنحركهم كتير منيح لحتى يتحمر الدجاج معنا. بعد ما يتحمر الدجاج بنضيف البصل شرايح والفلفل الملونة شرايح. بنرجع بنحركهم مع بعض بس تدوب عنا الخضروات شوي. أنا بدي إياها تحافظ شوي على قوامها، وهيك صارت الحشوة جاهزة. بصينية الفرن رح نبلش عنا نصف قطع البرجر. بعد ما إحنا قسمناها من النص بنضغط عليها شوي، وبعدين بنبلش عنا نحط عليها صلصة البيتزا. هون أنا استخدمت صلصة البيتزا الجاهزة، ممكن إنكم تستخدموا الصلصة اللي بتتحضر بالبيت. بعد ما فردناها منيح رح نحط عليها قطع الدجاج بهالشكل ونكون كريمين بالحشوة. وبعدين بنحط عليها كريمة الطبخ، طبعا هاي خطوة اختيارية. وبعدين جبنة موزاريلا، وعلى الفرن بس تدوب الجبنة وتاخد شوية لون بنزينها عنا بالصوص الفرنسي وصحتين.